مرحبا. هنتكلم في موضوع إبراهيم، آخر 15 يوم في حياة إبراهيم. أنا اتكلمت قبل كده في آخر شهرين في حياة إبراهيم، من 15/10 ل15/12، ودلوقتي أنا هكلمكم على آخر 15 يوم في حياة إبراهيم، وهتكتشفوا فيها بلاوي. وبعد الفيديو ده مش عايزة حد يقولي اطلعي كدبي فلان وكدبي علان. انت مصدق مصدق، مش مصدق انت حر، ليك عين تقدر تشوف الحقيقة وتدور عليها. لكن بعد كده اللي انا هطلع بحاجات جديدة. القديم ده كله انا وديته مكان ما هو المفروض يروح، ومش هتكلم فيه تاني. طلعنا الحقيقة بالأدلة، ومهما هنحاول نتكلم ونقول هيفضلوا يكذبونا، لأن الحرامي والمجرم والقاتل والمزور أو الأعمال المشبوهة مش هيستسلموا لك بهدوء، هيمارسوا معاك كل أنواع الضغوط، سواء الصعبانيات أو البكاء أو عدم الإدلاء بعدم فعل هذا الفعل الدنيء وغيره. تمام؟ خلينا نتفق دلوقتي في البداية ونركز مع بعض، لأن الكلام اللي هنقوله ده دلوقتي مهم جدا. آخر 15 يوم في حياة إبراهيم هنسردهم مع بعض. وبرضه بأكد لكم أنا لست جهة سيادية ولا أنا قرآن منزل، أنا بفكر معاكم وبنحل اللغز، والقضية في ايدين أمينة دلوقتي، وأنا متأكدة إنه ما يحلوا اللغز وكل واحد هياخد عقابه، لأن الحق باين والباطل باين. هنمسكها واحدة واحدة. إبراهيم خرج من مشفى الجوي يوم 25/3، ومستشفى الجوي قالت إن حالته لا تسمح بالخروج. خرج على ضمانة الدكتور بتاعه، والله اعلم بقى ضمانتها ضمانة ابراهيم، انا معرفش، لان هي اصلا ما كنتش بتحط نفسها في واجهة قانونية او مساءلة قانونية. حتى الفلوس لما كانت بتجيلها يا بتجيلها باسم ابراهيم يا بتجيلها باسم محمد ايهاب، عشان وقت الجد انا بره ما استلمتش حاجة وما اعرفش حاجة، فهي دايما ما بتحطش نفسها في الواجهة القانونية من ناحية المستندات او استلامها او الكلام ده. طيب ابراهيم خرج يوم 25، خرجته ليه؟ بحجة ان هو هيقضي معاهم العيد. ركزوا في كل كلمة انا هقولها، لان كل كلمة هنحتاجها في 7-8 دقايق الباقيين. خرج ابراهيم يوم 25 على اساس ايه؟ هيقضي العيد مع اولاده. تمام؟ يوم 27 اخوه خالد راح له عشان يطمن عليه، قالوا له في المستشفى ده خرج. راح له البيت، رفض سجان ابراهيم محمد ايهاب انه يدخله. راح قالت له انت جاي ليه؟ ده اخوك مش عايز يشوفك. قال لها طب قولي له. دخل لقاهم كلهم قاعدين ياكلوا ويعملوا فطار ويلعبوا ويهزروا، وابراهيم مرمي لوحده في الغرفه، مفيش حد معاه، الدنيا حر جدا زي شبه كلب مرمي. عمل مشكله، راح اخوه قال له طب خلاص انا هطلع اقعد معاك بره. الولد وهو تعبان طلع عشان مش عايز اخوه يزعل عليه اكتر من كده. هو الولد استسلم للامر، قالوا له خلاص انت هتموت. فيعني قهر الرجال، قهروه. قعد معاه شويه ومشي. يوم 27 ليوم 2 محدش من اهل ابراهيم راح لابراهيم بيته او المستشفى او الكلام ده. يوم 30/3 كان المفروض يوم الوقفة، طلعت علينا هي بالفيديو ده. لما جينا المستشفى خد جرعة من غير موجه، وبعد كده خد جرعة بكمامة موجه، جاله انسداد بقى، فاضطرينا ان احنا نخش نعمل عملية اضطرار. دي اللي احنا دخلنا اصلا النهارده 5 دقايق امضي عشان هو داخل وبعدين قال لي هو نصيب ولازم ترضي. ودخلنا عملنا العملية دي. فلما عملنا العملية وطلع، فانت اصلا طول ما في انتشار وانت عملت عمليه، لو الانتشار في حته بيبقى في 3 حتت، فان احنا نعمل بقى عمليه تاني في وضعه ده وفي وزنه ده وكده، الوضع هيسوق معانا اكتر. انا جبت اراء دكاتره، يعني انا جبت دكتور احمد شكري حافظ، وفي دكتور اسامه احمد، ودكتور احمد توني، كذا دكتور، كله قال لي يعني ان هو مش هينفع.
مش هينفع ايه تعمل له عمليتين. ابراهيم خرج امتى للعمليه اللي هي بتتكلم عليها دي؟ اساسا ابراهيم خرج للعمليه دي من يوم 27 ليوم 2. اهله ما راحولوش في الفتره دي، ما اتصلتش باهله وقالت لهم ابنكم تعب دخل المستشفى. خالد بيقول اخويا كان كويس ما فيهوش اي حاجه. العيد احنا كنا هنروح له في العيد ما فيش اي حاجه. طلعت علينا يوم 30 وقالت لنا ان ابراهيم عمل عمليه اضطراريه. هي ايه العمليه الاضطراريه دي؟ احنا مش عارفين، ولكن يعني بان احنا بنفسر دي العمليه اللي خرج منها ابراهيم يسال ويقول انا ايه حصل لي؟ انا قمت من العمليه لقيت نفسي مربط وانا كنت كويس امبارح ده اللي هو كان ايه؟ المفروض كان عيد، كان اخر ايام رمضان بيحتفل وسطيهم، فهو صادق. اتاخد من ايديه من رجليه، راح عمل العمليه دي فين ورجع المستشفى ازاي؟ احنا مش عارفين. طب هو عمل العملية فين؟ عمل العملية في مستشفى بره، وإلا ما كانش كتب له خروج يوم 25. مثلا ممكن تكون مستشفى الأمل بتاع الدكتور المعالج بتاعه اللي في ظهر المستشفى، ودخل على العناية المركزة إبراهيم. ده بداية أول 10 أيام من موت إبراهيم. دخل ابراهيم العناية المركزة، راحوا له اخواته تاني يوم العيد لقوه في العناية المركزة. هو كان كويس، اللي دخله العناية المركزة اصل جاله جفاف. منين انت هنا بتقولي جاله انسداد ودخل العمليات، ومنين بتقولي لاخواته جاله جفاف؟ كذب مش هينتهي، اصل الكذب مالوش رجلين مع المجرمين. محمد اخوه كان معاه، قالت له اوعى تدي، لقاها بتدي له ادويه. قال لها ايه الادويه دي؟ قالت له اوعى حد يديها وانا مش موجوده، الادويه دي جايبها تامر حسني من بره، مسكنات لابراهيم. مسكنات ايه اللي تامر حسني هيجيبها من غير اذن الطبيب؟ ده كلام على لسان محمد اخو ابراهيم، وما اظنش ليه مصلحه انه يكذب. الامور مشيت ال3 ايام دول طبيعي لحد قبل الوفاه بيوم. اخواته راحوا له واخته راحت له. هي قالت ايه لمحمد؟ قالت له ده ابراهيم تعبان، كل ده هو في العنايه المركزه، خدوا بالكم. قالت له ابراهيم النهارده هيعمل عمليه منظار لان الامعاء اتفتحت وعايزين يعملوا له عمليه منظار عشان يرجع ياكل طبيعي. خالد استغرب لان اخويا كان بيحتضر الكلام ده قبل وفاه ابراهيم بيوم. ابراهيم اتوفى بكره، الكلام ده كان النهارده. بتقول لمحمد يا محمد النهارده اخوك نازل عمليه عشان الامعاء فتحت، عمليه منظار عشان الامعاء فتحت، وهنخليه يرجع ياكل طبيعي. خالد استغرب لما سمع الكلام ده، قال له ده بيحتضر. انا كنت عنده بيحتضر لان خالد مشي ومحمد جه، فاستغرب. طيب جينا يوم الوفاه لابراهيم. ابراهيم المفروض في العنايه المركزه، احنا شفنا ابراهيم بيجري على تورلي بتاع المستشفى ويطالع يجري وراه اصحابه كلهم. ده كان جاي من العنايه المركزه، داخل العنايه المركزه مثلا. طب ما هو اصحابه اخواته شايفينه في العنايه المركزه من يوم 2 لحد يوم 11 قبل الوفاه بيوم. فابراهيم هيجي من تورلي يطلع من هنا يروح هنا ليه؟ الا لو كان جاي من بره. ايه العمليه اللي خدتي ابراهيم فيها عملتيها يوم الوفاه وكانت سبب في موت ابراهيم، وقلتي لمحمد اخوه ده احنا هنعمل له عمليه منظار عشان خاطر الامعاء فتحت وهنعمل له عشان يرجع ياكل، وفي الوقت نفسه خالد بيأكد ان اخوه كان بيحتضر. عمليه ايه اللي خدتيها عشان تفتحي له الحنجره وعشان تعذبيه وتذليه في اليوم ده؟ اللي ابراهيم شافه في اليوم ده ربنا يذلك زي ما ذلتيه. ده باختصار اللي حصل لابراهيم اخر 15 يوم. حصل ازاي الشق الحجري؟ حصل ليه؟ حصل منين؟ فين؟ اي مكان الا المستشفى الجوي. واسالوا على مستشفى الامل الخاصه بالدكتور المعالج اللي موجوده على بعد اقل من 7 دقايق جنب مستشفى الجوي. دي حقيقه اخر 15 يوم في قتل ابراهيم بلا ذنب ولا سبب.